فاكر لما كان أي حد يتكلم عن حيازة الدولار يقولك خلي بالك دي ممكن تبقى قضية إتجار عملة؟ الحقيقة القانون المصري بيقول غير كده تماما. القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي بيأكد إن احتفاظ أي شخص بالنقد الأجنبي حق مشروع ومحمي بالقانون، سواء شخص طبيعي أو اعتباري. يعني ببساطة لو معاك دولارات أو يورو في بيتك أو في حسابك فده مش جريمة، بالعكس القانون بيسمح لك تحتفظ بيهم وتتصرف فيهم زي ما تحب، لكن بشرط ان اي تعامل او تحويل يكون من خلال البنوك او الجهات المرخص ليها. المهم هنا اننا نفرق بين الاحتفاظ والاتجار، لان الاتجار معناه انك تبيع او تشتري عملة خارج السوق المصرفي، ودي فعلا جريمة بيجرمها القانون. بس حتى في الحالة دي القانون بيحط قيود واضحة جدا على تحريك الدعوى الجنائية. يعني مفيش حاجة اسمها يتم اتهامك تلقائيا إلا لو تم ضبطك في حالة تلبس فعلا، وده وفق المادة 238 من نفس القانون. يعني باختصار القانون واضح، تحتفظ بالنقد الأجنبي عادي، تتاجر بيه بره البنوك هنا تبدأ المشكلة.